يا عم وانا افضل اشيل التيم لوحدي؟ هتنجز يا اسطى، بقالي شهر مستنيك تفتح اللعبه. بفتح يا عم اهو. الو ولا يا محمد هننزل امتى يا عم؟ افتح حوار البرنامج اللي قلت لي عليه ما طلعش شغال. انت يا بغل يا طحش، قلت لك يا عم نزل لي قام وداخل تخش لوحدك. البنج يا ابن اللعيبه يا مبابي، يا جدعان جبت جون طرشمه. اروح الحمام واجي لك يا اخويا. يا ابني انت مصمم تبضني ليه؟ يا هالاند بتغض بصرك عن الكوره ليه؟ هي نسوانه قلعه. يا رجاله اهدوا شويه يا رجاله، انا سامع صوت الفويس شات وانا قافل اللابتوب اصلا. انت يا محمد عندك 24 سنة، بقالك 8 سنين خدمة في كلية كلام في الحب. وانت يا سعيد 14/2/2002 من يوم ميلادك شفت جنبك بنت وعجبت بيها، وبقالك 21 سنة بتوعدها بالجواز، وانت اصلا لسه بتدفع اقساط بكسرك. يا جدعان هو عمره ما حد سأل نفسه ازاي سعيد ادرك ان اللي عجب بيها في الحضانة دي بنت اصلا؟ ما كان ممكن يكون انا، عشان انا وهو مولودين في نفس اليوم. يا سعيد وانت يا عمر مش محتاج توضح يا اسطى، هو باين على خلقة الشقة. وانت يا احمد انت عايز تشتغل لي جيمر بتسجل في البطوله ب 4000 جنيه ومفيش بطوله دخلتها الا وخدت فيها بان عشان غبي، وبتنسى هاك بابجي شغاله زي الاخطر، وكمان عليك اقساط بنطلون ميلتون 12 شهر. صدق يا جدعان الواد عندي عنده حق، طلعوه من السيرفر. انا ما استنضفش اقعد معاكم. يالا انت وابوك بتقبضوا من مراهنات بس شغل احسن من قعدتكم بدفع اقساطي. اقساط مين يا عم؟ ده انت اغلى شاليه عندك بتمن البوكسر اللي بقسط له. يوميات 20. على فكره بقى انا كنت مراهن انكم هترفضوا نصيحتي وكسبت على فكره 1200 جنيه. يا ابن اللعابه الواد ده يا جدعان بيتعب يا جدعان. لعبها صح، ربنا يبارك لك فيهم يا حبيبي. تسلموا يا اخواتي. هناكل لحمه النهارده يابا. نزل الواد حسنين من على الشوايه خلاص. يعني ايه اللي ممكن تقدمه لشركتنا؟ حضرتك انا حمار شغل مكنه، يعني ممكن تحطني تحت ضغط رهيب واطلع لك شغل بروفيشنال، وكمان بروفيشنال عشان مش عارف غير الكلمه دي في الحياه المهنيه. مش منبهر خالص. ايه اللي يبهرني بيك؟ احنا شركه عقارات تقيله ومش بنوظف اي حد. لو امكن تحطني CV على المكتب. ايه الCV بتاعك؟ والله ما طلعتوش لسه يا استاذ. الCV بتاع حضرتك هو لازم؟ اما انا هعرف انت مين ازاي؟ خد حضرتك لسه مجدد البطاقه من يومين، خريج المنصوره بكالوريوس يا ابني انت محتاج CV محترم مكتوب فيه الانجازات والسوفت سكيلز والحاجات دي عشان اقدر اطلع عليه. امال انت جاي على اي اساس؟ واحد صاحبي تعب قال لي في مصلحه فقلت اجي بدل. يا ريس انتوا عاملين بوستر قد وشي ممول بيطلع لي من بوكسري من اليوم اللي دخلت في الكليه، فقلت اجرب يمكن ربنا يكرم. انت شكلك غلبان بس مش مشكله. قول لي الCV بتاعك شفهيا. اوكي انا احمد منير، عندي 22 سنه، بفهم في الكمبيوتر والفيديوهات جدا قوي وعندي لغه اجنبيه محترمه. جميل. خريج ايه يا احمد؟ بكالوريوس محاسبه بتقدير عام 60%. عندك خبره في المحاسبه كام سنه؟ 4 سنين. واو رهيب. لا كده ممكن نبدا نتكلم في المرتب. كليه ايه؟ خبره 4 سنين في الكليه. لا يا احمد خبره في سوق العمل. اجيب منين حضرتك؟ انا متخرج الاثنين اللي فات. يعني ما عندكش خبره؟ لا ما اشتغلتش قبل كده. ما اشتغلتش قبل كده ليه؟ عشان ما عنديش خبره. ما عندكش خبره ليه؟ عشان ما اشتغلتش قبل كده. ما اشتغلتش قبل كده ليه؟ عشان ما عنديش خبره. ما عندكش خبره ليه؟ عشان ما اشتغلتش قبل كده. منطقي. واخد اي كورسات تميزك عن البهايم اللي بره دول؟ كنت باخد اقتصاد مع الفقي. مين دول؟ ما تشغلش بالك، ده انا بشاور الناس بتوع فريندز على الافيه. كورسات في مجال المحاسبه يا احمد؟ لا والله ما خدتش لسه. تفهم في الاكسل؟ بفهم في الاكسل. الوورد؟ بفهم في الوورد. ولغتك الانجليزيه عامله ايه؟ ممتازه بصراحه. جميل. في تدريب يا احمد هتدخله 4 شهور وعلى حسبه هتتعين في بوزيشن سيلز براتب مجزي جدا. كام؟ راتب مجزي جدا. ايوه كام بلبل يعني يا ابني؟ مجزي جدا والله. ابوس رجل امك قول لي كام. تواصل على الخاص. اجي لك خاص اكتر من كده ايه؟ 2500 يا سيدي. مش مشكله، ما حدش اشتغل من بنايين في الاول، اكيد في حوافز لا هم 2500 لما تتعين. مش مشكله عادي، بيل جيتس كان شحات يوما ما. جميل. التدريب 12 ساعه لمده 4 شهور، شامل طبق كشري وسندوتشين كبده، بعدها تتعين معانا. اهلا بيك. بس حضرتك يعني انا يعني ما سالتنيش شايف نفسك فين كمان 5 سنين؟ قول يا سيدي، شكلك شبطت في الوظيفه. انت شايف نفسك فين بعد 5 سنين؟ عند الوالده. انت راجل قليل الادب. ال 2500 جنيه انا هوريه. بتعمل ايه يالا؟ بشر يا اخويا قال لك ايه؟ قال لي هنستعبدك 4 شهور ببلاش. طب ما طبيعي يا ابني، فتره تريننج. وبعدها يستعبدوني عندهم في الشركه ب 2500 شامل طبقين كشري وكيس ترشي باين حاجه زي. يا اسطى هو انت منزل سناب شات؟ لا يا عم، ده اعلان طالع لي في لا يا اسطى لا.
انت منزل سناب شات يا اسطى بصراحه بستريك معاها يا اسطى، اعمل ايه؟ لا يا اسطى انت مش هتلاقي شغل يا اسطى كده، اوعدني انك هتمسحه ومش هتعمل كده تاني. حاضر يا اسطى، والله العظيم هحاول والله العظيم، انا بحاول ابقى انسان كويس. ماشي يا اسطى هحاول اصدقك. المهم يا عم بطل هزار يا عم، دي شركة كبيرة. انا مش بهزر، ده اللي اتقال لي فعليا، تحسها رحله اسكندريه مش عقد عمل. ايه المعاملة دي؟ هو هم مفكرين حمير شغل يا عم ولا ايه؟ حضرتك انا حمار شغل يا اسطى، حاجه قله قيمه قوي يعني. خلي حد يقول لك كلمه زي دي جرحه جدا. طب ما جربتش تشتغل بالمهارات اللي عندك دي؟ اني بعرف احرك وداني يا ابني، مش بتاكلني عيش دي. لا يا غبي، التانية بتاعت الفيديوهات. قصدك مواقع خمسات والعمل الحر والفري والحاجات دي يعني. يا ابني انا اعرف ناس فاتحه بيوت من الموضوع ده. واحد صاحبي كان عامل لوجو ب40,000 جنيه. لوجو موقع سجن يا عم لا، انت بس محتاج تعمل لك كذا بروفايل كده في الاول بكذا موقع عشان تبدا تجيب عملاء. طب ما حلو الكلام ده، ما تيجي نودي ده احسن من قعده البيت بكتير. تصميم فيديو احترافي عالي الجوده، اكتب عالي الجوده. عالي الجودة. اكتب بسعر تنافسي. بسعر تنافسي فشخ. لا يا اسطى، لا انت مش قاعد على القهوه، خليك محترف. اكتب تنافسي فحت. هو لسه في حد بيستخدم الكلمه دي؟ بتوع البيزنس، بس انا عارف، انا مش ورايا. تنافسي فحت. بص بقى في المهارات، عايزك تبقى كذاب. ازاي يعني؟ نجار سمكري دكتور بتاع مطعم. يا ابني استهدى بالله يا اسطى، استهدى بالله، انا معايا بكالوريوس تجاره يعني، عايز اشتغل في فيديوهات، ليه احط كل ده؟ اكتب بس، الناس بتحب الجوكر يا اسطى. ممكن تطلع بره لحد ما اخلص. انت حر بقى، ما انت فريلانسر. ايه مش فاهم. فري لانسر، حر. هتطلع بره امتى؟ حاضر. خلصت؟ خلاص كله بون. وريني كده. ابعد ايدك والسيره الذاتيه. هنهزر ولا ايه؟ انا مش ناقصني دلوقتي غير اول عميل، واول عميل دايما غالبا بيجيب ثاني عميل. طب بص، ده انت يعني بيضلك في القفص. هي مين دي؟ مش وقته يا عم اسئله زي دي. عمي كان لسه بيكلمني عشان افتتاح كوفي شوب النجوم بتاعه، فهكلمه لك يجي هنا وتروق له الكلام. يجي هنا فين يا خميس؟ عندك شقه هنا. عندي في الشقه هنا فين يا خميس؟ جنبك يلا، عشان التعديلات اول باول. يا خميس يا حبيبي، انا بقالي 3 ايام بنام على الكيبورد على المكتب عشان مش لاقي سريري وسط الكراكيب دي كلها. يجي فين يا عم؟ افهم بس، ده انا بريحك بدل ما تخلصه وتستنى الفيديو يعمل اكسبورت، ترفعه له على درايف وتبعته له في الاخر يقول لك تعدل له على حاجه. طريقه مفهوميه، نكلمه وتوكلنا على الله. قلت لي بقى حمو بتعرف تعمل دعايه؟ حمو ايه وانا بتاع مهرجانات؟ باذن الله. كل اللي عليك بس ان انت هتديني الفوتج بتاعه المكان بكواليتي كويسه والباقي عليا. لا معايا الفوتايه، هبعتها لك. خد يا حمو. ايه ده؟ عارف يا عمي، لو كتبت المنيو على الفوتايه دي ونزلتها فيسبوك، المكان هيطرطش زباين من قبل الافتتاح حتى، لدرجه انك ممكن تقفله. لا انت هتهزر يا حمو. ايوه انا بهزر طبعا يا عمي. فيديو متصور كويس لجميع مرافق المكان، وانا هجمعه لك في فيديو دقيقه وراه مزيكا رايقه. فهمتك يا حمو. لا ما صورتوش. صبرني يا رب. خلاص انا وهو مصوره لك في السريع كده وارجع باذن الله اشتغل. ماشي يا حمو. استغفر الله العظيم يا رب، كان لازم قوي احنا عبطوه الشركه، ما كان زماني موظف. انت لسه بتعمل ايه هنا يا عم؟ انت مستنيك يا عم عشان نشتغل. ما انا مش بخاف اشتغل لوحدي في الضلمه، ده بالعكس، وجود اعزب 40 فاتح كوفي شوب اسمه النجوم ورايا الساعه 12 بالليل هو اللي هيقلقني. تقلقش يا حمو، عشان لو في تعديلات كده ولا كده، ما عجبنيش حاجه كده ولا كده، اقول لك على طول. ماشي، توكلنا على الله. لا مؤاخذه يا حمو، قسما بالله ضارب كوبايه بيبس، انما ايه اللي التانيه مش كوبايه البيبس المصري عشان لا مقاطع، معلش لا مؤاخذه. الفيديو خلص. الفيديو جميل بيبرز الروقان بصراحه. انا مبسوط جدا من الشغل والهدايا والخدمات. ما عداش الدقيقه كده حسابنا. استنى بس يا حمو. ايوه اتفضل. لا مؤاخذه لو في اي تعديلات. الفوتايه اللي انا ظاهر فيها دي بصيتك يعني بين المكان بتاعك والروقان كله طالع منك. ايوه ما تعرفش تكبر لي صدري شويه؟ شويه بس تنفخولي كده علشان يبان ان اللي مش هيدفع هترشم له خلقته، تعرف؟ ولا ما درستهاش دي؟ تعرف ولا ايه؟ شكلك ما تعرفش يا حمو. اتفضل يا سيدي، بقيت شبه روني كولمان. وريني كده. طب بص يا حمو، تعرف تحط لي اسد؟ ايه؟ تحط لي اسد كده، واخد بالك، وانا ماسك كرباج وعمال اكربج الاسد جامد، والاسد يترجانا بطل وانا اديله بالكرباج. تعرف ولا مالكش فيها دي؟ صعب عليك شكلها. انت ما كانش ينفع تفتح مشروع خالص.
انت كنت تقعد قدام التلفزيون وتفتح زي افلام، كنت هتتبسط قوي. شكلك ما تعرفش يا حم. اتفضل يا سيدي، صدرك كبير موقفك على كاشير بتجارب الاسد بدون اي ذره رحمه، بيعدي من قدامك حمو بيكا على سكيت بورد وبيدخل في الاخر محمد رمضان بيطلب واحد شحبتشين. ده انت حولت الفيديو المسخ بولودي واحد. وريني كده. لا فعلا بكربج الاسد والاسد زعلان. شفت بقى مفيش اجمل من كده. بس ايه تاني ياما؟ المزيكا مش عجباني. ايه دي يا حمو اللي انت حاططها دي؟ حاسها بتنيم، اختيار وحش بصراحه. او ده المطلوب، ده كافيه يعني روقان، حته هاديه يذاكروا فيها، مش يكون واحد عمال بيذاكر اللي عندك تقوم مطلع له الكرباج وشاحط له على مناخير امه. لا سيبك انت من الجو النايم ده يا حمو. والله والله يا حمو اختيارك زباله. هبعت لك انا واحده طليق على الجو ده. ابعت. بص، ليمستيريو بيعمل شقلباظات كل ما حد يكح في الكافيه، انت بصدرك الشامخ بتكربك اسد، حمو بيكا لسه بيتزحلق، ورمضان بيطلب الشحبتشين. كل لقطه متماشيه مع المهرجان كده 100 فله وحلاوه. مفيش احسن من كده. كده السعر هيكون. استنى بس يا حمو. لا بقى استنى انت، انا بقالي 4 ايام متذنب جنب امك عشان اسلمك البروجكت ده واروح اموت نفسي. ده انا لبست لك بامبرز رجاله عشان ما اقومش من على الجهاز. استهدى بالله بس يا حمو، انت عايز من امي ايه؟ خلاص يا حمو خلاص، هدي نفسك يا عم، نتكلم في الحساب. الله بطولك يا روح. بص يا معلم، تصوير بمعدات بمونتاج بتعديلات بتاع 4 ايام شغل ب 1000 جنيه باذن الله. هم 200 جنيه 1000 ليه يا عم؟ انت عملت ايه؟ ده انت يا دوب قعدت على الكمبيوتر بتاعك ركبت كل حاجه فوق بعض. 200 جنيه ايه؟ 200 جنيه ايه؟ ده انا طالع عين امي وما بنامش وانت بتقول لي 200 جنيه؟ ما تيجي يا عم الكرباج ان انا احسن. 340. انت كمان هتفق. بقول لك ايه، خد الفيديو بتاعك وحل عن مخي. والله طول عمرك صاحب واجب يا دحم. ولا والله وانا كنت الصح عشان جيت لك يا ابن الاصول، وعشان انا برضه بقابل الاصول بالاصول. لك عندي شفطه قهوه بكره الصبح الساعه 7. متشكرين يا سيدي، حطها في ده باخد منه 350 جنيه وخلاص، هعمل ايه يعني؟ ده اول عميل يعني. مش بعد كده باخد حقي تالت ومتلت، اقسم بالله. احفظ البروجكت بس الاول وابعته. اظن يا معلم مش هتلاقي احسن مني. زمان الزباين متنط عليك دلوقتي. مش هلاقي احسن منك فعلا يا اسطى. يموتني ناقص عمري انت وعمك الخرتيت ده والله. عيب عليك. عشان اما ايه ده ايه اللي حصل يا اسطى؟ شكرا لاحسن صاحب في الدنيا. يا عم اقعد انت وعمك يا عم. طلع عيني يا اسطى، تعديلات 4 ايام شغل 350 جنيه. قلت ماشي مش مشكله. في الاخر الكهرباء قطعت قبل ما احفظ البروجكت، فعملته من اول وجديد ورميتهوله. كان زماني عبد في شركه معزز مكرم، بس حتى دي بقت صعبه. يعني لازم تشتغل عشان تلاقي شغل كعبد، عشان تشتغل فتلاقي شغل كإنسان عادي. عايزين مثلا 10 سنين عشان نبقى حمير، وبعد 10 سنين كمان نبقى بني ادمين عادي، ولما تلاقيه يرموا لك ملاليم على الارض وتمشي وراهم تلمها. الصبر يا اسطى الصبر. احنا لسه متخرجين برضه. صبر ايه يا عم؟ هو في حد صبر على حد؟ انا يا اسطى مفيش يوم بيعدي لما حد من قرايبي بيقول لي ما لقيتش شغل. طب مش تتجوز بقى ولا ايه؟ ما جربتش تعمل كذا؟ طب ما جربتش تعمل كذا؟ كان ممكن سؤال او دعوه بسيطه بتيسير امري يهونوا عليا شويه. يعني مش كفايه اصلا ان مفيش يوم بيعدي الا وانا شايل همي وبجري هنا وهنا وحاسس ان في حاجه بتجري ورايا، بس انا مش عارف ايه هي. انا مش عارف احدد ايه هي. لا يجوا هما يزودوا توتري بحاجات ماليش يد فيها ويلوموني عليها، يقولوا حاجات انا فعلا عملتها بس ما جابتش نتيجه، فالموضوع بينرفز اكتر. بس الصبر يا اسطى. حتى انا قرايبي برضه نفس الموضوع، فاهم بقى؟ بدخل من هنا وبطلع من هنا، بس انا عارف ان الموضوع يضايق يعني. يا عمي انا مدرك لكل ده. انت متاكد ان انا وانت مدركين للموضوع ده؟ عارف ان السعي والتوكل على ربنا هو اللي بايدي دلوقتي، واني باخد اجر عليهم والنتيجه بايده، وان رب الخير ما بيجيبش الا الخير. انا بس انسان عادي يعني. ساعات بعوز احكي، بعوز اقول اللي انا حاسه. مش دايما عايز نصح، ممكن دعوه، ممكن تفهم، اي حاجه، لكن انا عارف اعمل ايه وعارف اصبر ازاي وعارف امشي الموضوع ازاي. فاهمك يا اسطى فاهمك. يعني الشغل مع عمي ما عجبكش اجيب لك خالي؟ يا عم انت وعمك وعيلتك كلها على راسي اقسم بالله، بس انا هعمل شيفت كارير خلاص. عمك عفاني من المجال كله. اقضيها بقى شويه فويس اوفر، كتابه سكريبتات، مونتاج، وانا بدور على شغل من هنا وهنا. ربك ييسر يا عم. ممكن اعمل مونتاج لاي حد في الدنيا الا عمك او اي حد شبهك عامه. عارف يالا، على قد ما انا ظاهر في الفيديو ده شخصيه تافهه، بس انا فعلا فاهمك. اهم حاجه ان احنا بنسعى وبنتحرك وسايبينها على ربنا، مش بنعيط في كورنر. قعده زي دي كل اسبوعين نقول فيها كل اللي حاسينه من غير مزايدات، من غير نصح. فاهمك وبس. فاهمك يا اسطى. يعني ما اجيبلكش خالي؟ يا عم بقى حل عني يا عم.